السلام عليكم. بداية راح نبلش نشرح الجنرال كيمستري. راح نبلش باللكتشر الأول. راح نحكي عن البايوكيمستري بهذا اللكتشر. خلينا نجي نتعرف على البايوكيمستري. أول شي عندي introduction، مقدمة عن البايوكيمستري اللي هي الكيمياء الحيوية أو الحياتية. هنا جاي يقول لي the word biochemistry means إنه كلمة الكيمياء الحياتية تعني chemistry of living being، إنه هي شنو هي كيمياء الكائنات الحية or chemical base of life، أو هي شنو هي الكيميائية أو القاعدة الكيميائية للحياة، يعني أساس الكيميائي للحياة. هنا أنا يقول لي يعني تعريف الحياة بالنسبة للبايوكيمستري life in biochemistry point of شنو جاي يقول لي إنه هي 100 of biochemical reaction، إنه هي مئات من التفاعلات الكيميائية and التفاعلات والعمليات الحيوية والتفاعلات الكيميائية تكون بطريقة شنو. هنا نجي يقول لي cellular organisms and of cell in organized manner، إنه هنا هي تحولات راح تكون تحولات فرعية، إنه تكون بصورة منتظمة. هنا هذا التعريف عندي مهم. هنا راح نيجي نقول إنه البايوكيمستري هي برانش، هي فرع of شنو، هي فرع من فروع علم الحياة life science، which شنو هي راح تهتم بشنو، راح تهتم بstudy of شنو البايوكيمستري reaction، إنه هي راح تهتم بدراسة تفاعلات الكيمياء الحياتية والشنو والعمليات الحيوية وهذه الأمور اللي هي التحولات in living cell، إنه هي بالكائنات الحية أو الخلايا الحية of organism شنو الأعضاء. هنا راح نيجي نشوف شنو هي البرانش اوف بايوكيمستري، ما هي فروع البايوكيمستري. هذه مهمة الفروع، عندي تقريبا ب6 فروع، لازم نعرف كل فرع وأهميته. الميديكال بايوكيمستري اللي هو الكيمياء الطبية، هي شنو راح تهتم with chemical basis of the human body، راح تتعامل مع الأساس الكيميائي أو أساس التفاعل الكيميائي بالهيومن بودي بجسم الإنسان. أما الكلينيكال بايوكيمستري اللي هي الكيمياء السريرية، فراح تهتم لي بشنو، راح تتعامل لي ويا شنو الكلينيكال ديزيز، ويا الأمراض السريرية للحالات اللي مرضية اللي وين تكون of a human body في جسم الإنسان. نكمل أنواع البرانش اوف شنو البايوكيمستري. هسه راح نجي لي البكتيريال بايوكيمستري، إنه البكتيريا راح تتعامل ويا شنو، راح تتعامل ويا الميكروبات، أو راح تهتم إنه هي تتعامل لي ويا الميكروبات. النباتات البلانت راح تتعامل لي أيضا ويا النباتات. الأنيمال راح تتعامل لي ويا الأنيمالز. أما الكيمياء الصناعية فهي راح تتعامل لي ويا البرودكت الصناعية. زين، فهذه مهمة. زين، شنو هي البرودكت الصناعية؟ يعني إنه هو مثلا يعدل لي على جينات وراثية، مثلا يعدل لي على النحل وياخذ منها فشي مفيد هيجي. فمثلا العلاج مال الأنسولين مثل ما شرح الدكتور وقال إنه هو ياخذونه من عبر إنه هم يعدلون جينيا على صفات معينة من حيوانات أو حشرات معينة ويستفادون من عنده. فهو هذا المقصود بالمنتجات البرودكت الكيميائية. راح نجي إلى هذا السلايد. هذا السلايد مهم جدا، راح جاي يقول لي إنه الكيمياء الحيوية اللي هي البايوكيمستري مثل ما قلنا راح تنقسم إلى ميديكال كيمستري and clinical chemistry. الكلينيكال كيمستري راح تجيني هنا إنه هي support، راح تدعم التشخيص، راح تدعم لي الثيرابي، راح تدعم لي and شنو research of medical file. يعني هنا مثل ما هو انطانا مثال، هذين نحفظهم بالترى، ممكن يجيني ترتيب هنا أكثر من مرة مخربط، وإحنا نعرف إنه إحنا أول شي عندنا التشخيص والثيرابي العلاج والريسيرش اوف ميديكال فايل. إنه هنا انطانا مثال الدكتور أحمد جابر إنه احنا راح يجينا مثلا مرض السكري، فاحنا اول شي ايش راح نسوي، شلون نشخص، نقول له يابا روح سوي فلان تحاليل، روح سوي لي فلان يعني فد شي انه حتى نحلل او نشخص الحالة مالتك. فبعد ما سوالي التحاليل او انا عرفت عن طريق فد امور يعني معينة، راح اجي اشخص، والنوبة راح انطي علاجات، راح انطي بدائل، راح انطي بدائل مثلا التغذية، راح اقول له ابتعد عن هذا الشي وهذا الشي. والنوبة راح يجينا مجال الريسيرش اللي هو البحث. ليش؟ لانه ممكن أنا أظل مستمر ويا هذا المريض، ممكن إنه هو يتحسن، أو ممكن إنه العلاج اللي جاي أنطيه إياه بعد فترة ما راح يفيده، وممكن يجيني علاج أفضل منه وراح مثلا يقلل من مناعته، أو راح يؤدي له إنه يتعالج بسهولة. فإنه هي جاية بالتسلسل، أول شي أشخص إنه أبغى أعالج، والريسيرش لأنه المجال الطبي بالتطور، فممكن إنه أنا باستمرارية أو مع مرور الوقت يتغير العلاج، أو بعد ما يستخدم هذا العلاج.
نجي للسلايد اللي بعده. هذا سلايد مهم وبيه هواية أسئلة. أول شي هنا راح نحكي هنا عن المنو، عن البايو ميوكوز. راح نجي هسه للجزيء الحيوي. هذا الجزيء الحيوي هنا، قبل ما نجي نشوف شنو موجود بهذا السلايد، ايش قال الدكتور؟ قال انه الجزيء الحيوي لما يكون داخل الجسم راح يبقى جزيء حيوي فعال، لما يكون خارج الجسم ما راح يبقى جزيء حيوي فعال. وانطانا مثال الجلوكوز الموجود في الدم. فبداية احنا هنا لما نريد نجي نتعرف على الجزيء الحيوي اللي موجود in a human body في جسم الإنسان، لازم أعرف أول شي الكيمستري أو اللي هو الكيميائية مالته، والستركتشر مالته التركيب، والحدوث مالته يعني وين يحدث أو كيفية حدوثه، واللوكيشن مالته الموقع، والفانكشن مالته الوظيفة، والرول اللي هو الدور اللي يؤدي. زين فهذه مهمة. راح نجي لثاني نقطة اللي هي جاي يقول لي هنا إنه شلون راح تعمل الجزيئات، أو شلون راح أقدر أشخص هذه الأمراض أو أحدد هذه الطريقة. فهذه أيضا راح تكون مهمة عن طريق إنه أنا أعزل الأيونات والجزيئات الحيوية حتى أوضح البيئة اللي هي تعمل بيها. هنا أنا راح أجي جاي يقول لي شلون راح أجي understanding، شلون راح أجي أفهم العمليات أو جميع العمليات الكيميائية الحيوية. راح أقول له إنه شنو على مستوى لازم تكون الخلايا على مستوى شنو، على مستوى جزيئي، حتى أقدر أفهمها وأفهم الستركتشر مالتها شو اسمه الدور الخلوي مالتها. هنا حتى أحدد آليات المرض، هذه مهمة، كل هذا السلايد مهم. حتى أقدر أحدد آليات المرض لازم أحتاج إنه أدرس شنو، أدرس العيوب الميتابوليزم يعني الفشل في النظام الغذائي مثلا، وأدرس الخلايا السرطانية زين أو الجينات السرطانية للكانسر سيل. هذا السلايد مهم، راح نمر عليه هسه بطريقة سريعة لأنه هو متكرر عندي. وراح نجي هسه لهذا السلايد جاي يقول لي إنه الميديكال or human biochemistry is a branch، يعني إنه جاي يقول لي إن الكيمياء الحيوية أو الطبية راح تكون فرع من الكيمياء الحيوية اللي راح تتفاعل ويا هذه الأمور اللي هي راح يعدد لي إياها. أولا راح تتفاعل لي ويا الخلايا اللي موجودة بالجسم. فهنا أنا أول شي راح نبلش نشرحها شنو هي المكونات الحيوية بالهيومن بودي بجسم الإنسان. راح تكون عندي هذه المكونات، هذه مهمة وتنحفظ بالتسلسل الأفضل. راح يكون عندي الكربوهيدرات اللي هي تعتبر مصدر الطاقة الرئيسي للجسم، والليبيدز وهي تعتبر مصدر الطاقة الثانوي عند الإنسان، والأول عند الحيوان. خزن يعني الطعام راح يكون على شكل ليبيدز. البروتينات، الفيتامين، والمعادن، والواتر الماء. أما بالنسبة لي هذه فهي الميتابوليزم أوف، يعني اللي هي شنو استقلاب هذه الجزيئات، شلون راح يكون عن طريق الابتلاع، الهضم، الامتصاص، النقل، والتقطيع، والتجزيء، والامتصاص، واستيعاب المكونات الغذائية في جسم الإنسان. السلايد اللي بعده، طبعا هذا السلايد كله تعاني منه، ما حد يفهم شنو اللي بيه، ولكن حسب ما شرح الدكتور قال، لحظة، قال الدكتور إن الأيض راح يكون عندي بيه أنايوبوليك وكاتيوبوليك. يعني عندي بنائي اللي هو الأنايوبوليك والتقويمي اللي هو كاتيوبوليك. هذا راح يكون بيناتهم أكو توازن. يعني بالمسار لما يكون الإنسان طفل راح يكون عنده مسار بنائي يكون شبيه متقدم زين، يعني الأنايوبوليك راح يكون متقدم، وكل ما يكبر يتقدم عنده المسار الكاتيوبوليك اللي هو التقويمي. بس اكو شغلات مثلا واحد احنا نشوفه بعده توه شاب ولكن هو شنو، هذا شرح الدكتور، ولكن هو شنو مثلا شعره أشيب، عنده تجاعيد، يعني وهذه الأمور اللي تبين إنه هو عنده علامة الأولد إيج. فهنا ليش هذا الخلل صار؟ لأنه ماكو توازن بالأنايوبوليك والكاتيوبوليك، لأنه الكاتيوبوليك متقدم على الأنايوبوليك، يعني التقويم يكون متقدم على البنائي. فهي هي هذه المسارات اللي هي الهدمية، المسارات الهدمية والبنائية المرتبطة بالجزيئات الحيوية للبشر. فهنا هذا اللي حكى بيه بهذا السلايد. أما عن باقي السلايد راح يحكي لي عن طاقة ال ATP اللي هي
بداية راح يقول لي إنه راح تستقطب هذه الجزيئات الغنية تكون بالطاقة حتى تحرر لي ال ATP، حتى تحرر لي هذه الطاقة اللي أحتاجها حتى أستخدمها في مختلف cavities body cavities في مختلف نشاطات الجسم. زين، راح تصنع لي هنا جاي يقول لي إنه راح يتم تصنيع العديد من الجزيئات الحيوية لأداء وظائف الفانكشن أوف، يعني حتى نأدي وظائف أوف هيومن بودي، وظائف جسم الإنسان الطبيعية. هنا هذا مهم، جاي يقول لي إنه حتى أنا أحافظ على صحة جسم الإنسان الطبيعية النورمال هيلث أوف هيومن بودي، إيش لازم يكون عندي؟ راح الجزيئات هذه لازم تعمل في الهيومن بودي وورك، يعني لازم تعمل في جسم الإنسان بشكل شنو؟ جود، إنه لازم تكون بشكل تعاوني، زين، ومنسق ومنتظم ومترابط جيد جدا. زين، فهذا يعتبر جدا مهم، جزيء مهم. فهنا أنا هذا السلايد راح يتقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول راح يحكيني عن المسارات، الجزء الثاني راح يحكي لي عن الطاقة اللي يحتاجها الجسم وآلية عمل هذه الطاقة، والجزء هذا الثالث راح يحكي لي عن شلون أحافظ على صحة جسم الإنسان الطبيعي. راح نجي للسلايد اللي بعده، راح نحتاج بيه شنو؟ راح نحكي بيه عن الجزيئات، راح نحكي عن rules of important لجزيئات الحياة، راح نحكي الأدوار المهمة للجزيئات الحيوية. أول شي قلنا عندنا الكربوهيدرات serves as primary، إنه هي راح تعتبر مصدر الطاقة الرئيسي أو بمثابة مصدر الطاقة اللي يكون أساسي of energy. راح نجي للليبيد اللي هي الدهون، راح تعتبر شنو؟ second، اللي هو مصدر الطاقة الثانوي. زين، أما البروتين فراح يعتبر شنو؟ وحدة تركيبية وظيفية، راح تساعدني على النمو والبقاء والتكاثر وهذه الأمور، يعني تساعدني إنه تعطيني قوة of human body. زين، أما الفيتامينات فراح تكون إنه هي أما تذوب بالواتر بالمي، أو تذوب بشنو؟ بالدهون الليبيد والفات. زين، فيعني هي هاي الشسمة الأهمية. زين، هنا راح نجي للمعادن، فهي عناصر تكون غير عضوية وتعتبر هي مصادر ثانوية في البناء، يعني في بناء الوظائف اللي موجودة في الأجسام، أو بناء يعني الأعضاء وهذه الأمور، يعني هي وظيفتها راح تكون بنائية ووظيفية. نجي للإنزيم، راح نجي هسه نحكي عن الإنزيمات. الإنزيمات هي عبارة عن جزيئات حيوية راح شنو؟ راح تكون تحفز لي راح تعمل كمحفزات حيوية حتى تحفز لي التفاعلات الكيميائية المحددة للمسارات الأيضية، وتعتبر شنو؟ وحدات، يعني يونت أوف، يعني الفانكشن مالتها يونت أوف ميتابوليزم. زين، يعني راح تعتبر وحدة وظيفية لعمل الأيض. راح نجي هسه للهرمونز، راح نحكي عن الهرمونات، هي تعتبر مواد صماء. زين، ايش راح تسوي هذه المواد؟ هذه راح تعمل على انه ترسل لي كيميائية الجسم، وتعمل على تنسيق ايضا الميتابوليزم، الاكتيفي اوف ميتابوليزم، يعني العمليات، تنظم لي العمليات والنشاطات اللي هي تكون الايضية. راح نجي هسه لاخر مركب عندي اللي هي الاحماض النووية والوراثية. طبعا راح يكون مثل عندي ال AN والعفو DNA والRNA، راح تكون عندي تركيب الحمض النووي الرايبوزي أي منقوص الأكسجين والبروتين، وراح تنظم لي التعبير الجيني وتكنولوجيا الحمض النووي. زين، هنا إذا صارت عندي مشكلة بالهرمون معناها عندي مشكلة بالإنزيم، يعني إذا توفر عندي هنا مشكلة any problem in هرمون راح يكون عندي problem in enzyme، وراح يصير عندي problem بالرياكشن بالتفاعل، فراح يتكون عندي disease. فهذه هي معادلة مهمة حكاها الدكتور أثناء الشرح، إنه أي مشكلة تكون بالهرمون راح يكون عندي مشكلة بالإنزيم، راح يصير عندي مشكلة بالتفاعل، راح يتكون عندي شنو؟ راح يتكون عندي disease، مرض. راح نجي للسلايد اللي بعده. نجي هسه نحكي عن البايوكيميكال اللي هي شنو؟ يعني الجوانب الكيميائية الحيوية للهيلث، الصحة والمرض. يعني راح نجي نحكي عن النوعين. أول شي عندي الهيلثي بودي in biochemistry point، يعني of view is what، يعني هنا شنو is with العفو، هنا هاي كلها جاي يقول لي شنو راح تكون شنو وجهة نظر الكيمياء الحيوية عن الجسم السليم. راح نجي نعرف انه جاي يقول لي النورمال metabolic functions in the body cells، انه جاي يقول لي انه هي تتمتع بوظائف ايضية طبيعية في جسم، في الجسم او في خلايا الجسم. هنا جاي يقول لي balanced level is all the شنو
انه جاي يقول لي البالانس اللي هو المستويات راح تكون متوازنة، زين الليفلز راح تكون متوازنة من جميع المكونات الكيميائية الحيوية. راح نجي هسه للهيلث. شنو هو تعريف الهيلث in the biochemistry؟ راح نجي جاي يقول لي انه هي شنو، انه هي عبارة عن يعني تعتمد على الصحة والتوازن والمناعة. يعني جاي يقول لي انه هي راح تعتمد على الصحة والتوازن اللي متناغم، راح يكون يعني اكو توازن ما بين التفاعلات الكيميائية اللي تصير عند شنو اللي تكون بالبودي in the body. زين، راح نجي هسه نحكي عن الديزيز، الأمراض هنا راح يقول الأمراض راح تكون عكس الهيلث. جاي يقول لي إنه هي شنو، إنه هي هنا جاي يقول لي إنه الأمراض راح تعكس لي وجود خلل في الميتابوليزم، يعني أكو خلل بالجزيئة أو بالأيض، زين، أو يكون خلل بالتفاعلات، بالرياكشن، بالتفاعلات الكيميائية أو بتفاعلات الكيمياء الحيوية أو بالعملية الكيميائية أساسا الحيوية في جسم الإنسان، أو في العمليات بصورة عامة بالهيومن بودي. زين، إذن المرض هو عبارة عن وجود خلل في جزيئات أو تفاعلات حيوية أو تفاعلات الكيمياء أو العملية الكيميائية كاملة اللي تكون بالهيومن بودي. زين، راح نجي للسلايد اللي بعده. هذه أنواع الأمراض الناتجة عن شنو التغير في يعني أو أكو فد خلل راح يكون بالكيمياء الحيوية. زين، راح يكون عندي فد خلل بالكيمياء الحيوية، راح تتكون عندي أمراض أو اضطرابات. هذه الاضطرابات والأمراض مهمة جدا جدا علاجاتها، وهذه الأمور اللي هسه راح ناخذها مهمة جدا. هنا هذا الاضطراب التغذية النيوترون اللي هي المغذيات اللي تدخل إلى الجسم. فلما يقول لي الديزيز يعني هي شنو هي؟ راح تكون اضطرابات تغذية. هنا عندي همين اضطراب الميتابوليزم اللي هي تكون أخطاء غذائية أو خلقية بالتمثيل الغذائي، هذه أخذناها من ساعة. هنا راح تكون هذه اضطرابات الأيضية الميتابوليزك. وهنا عندي الاضطرابات الجينيتك اللي هي يعني الجينية الوراثية، واضطرابات المناعة. راح نبلش بأول نوع هو اضطراب التغذية. الاضطراب هذا مال التغذية راح يكون شنو بي تو تايب، يعني راح يكون عندي هنا بي نوعين طبعا مهمات جدا. فراح نبلش يقول لي هذا الاضطراب يكون ناتج عن وجود خلل في نمط التغذية. يعني عندي خلل في نمط التغذية. ايش راح ينتج عندي؟ راح ينتج عندي هنا فوق التغذية وتحت التغذية، يعني راح يكون مثلا مستوى عالي أو مستوى واطئ. يعني مثل عندي السمنة، زين، عندي تغذية عالية فراح تسوي لي سمنة، يعني يكون زيادة العفو التغذية، فراح يكون شنو عندي سمنة، أو يكون فقر دم، أو يكون فقر الدم، أو يكون نقص شنو حديد. وهذه الاضطرابات طبعا هذه الإكزامبلز مهمة جدا، وهذه أيضا مهمة. نجي هسه للنوع الثاني. النوع الثاني اللي هو اضطرابات الغدد الصماء اللي هي الميتابوليزك اللي هي الأيض، يعني اضطرابات عندي بالأيض. هذه اضطرابات تكون نتيجة لحدوث خلل وين بالغدد الصماء، ونقص أو إفراط وين بالغدد الصماء أو بأعضاء الغدد الصماء، أو خلل في الهرمونات اللي تؤدي لي أو تأثر لي على نشاط الأنزيم activities of شنو of metabolism. راح تأدي لي إلى شنو خلل أو تأثر لي على نشاط الأنزيمات في التفاعلات الميتابوليزك رياكشن، التفاعلات الأيضية. زين، فهنا راح تأدي لي إلى خلل في عمليات الميتابوليزك. عندي إكزامبل هنا، عندي مثل أول شي سكري، بعدين عندي قصور الغدة الدرقية، بعدين عندي فرط في الهايبر، يعني فرط هايبر يعني زيادة، دائما فرط زيادة وهذا المعنى. فهنا هايبر عندي هي كلمة فرط، فهنا عندي فرط نشاط الغدة الدرقية. وهنا عندي مرض شنو هو الأديسون ومتلازمة. هذه الإكزامبلز مهمة جدا. ممكن يقول لي هاي الإكزامبلز هي ترجع لأي واحد لأي اضطراب، فأنت راح تعرف إنه هي الميتابوليزك الاضطراب الأيضي. راح نجي هسه للاضطراب الثالث اللي هو الاضطراب الجينيتك، اللي هو راح يكون الاضطراب الجيني. هاي الاضطرابات راح تحدث بسبب يعني يكون خلل العفو في جزيء الحمض النووي، في جزيئة الحمض النووي. وهنا الطفرات الجينية أو البنيوية التنظيمية. فراح هذه الجينات تكون شنو تتحول أثناء التعبير بالبروتينات عنها. زين، راح يؤدي لي إلى شنو؟ راح يؤدي لي إلى اضطرابها. إكزامبل عندي مثلا عندي أخطاء خلقية في الميتابوليزم، في التغذية، في التمثيل الغذائي، أو الكانسر، أو فقر الدم المنجلي. عندي فقر دم بالأولى، وهنا عندي فقر دم منجلي.
زين. وعندي الثلاسيميا، ممكن الثلاسيميا ممكن كلش تجيني هي، أو شو اسمه الأنيميا المنجلي، ممكن يجوني ويقولوا لي هذا نقصد بها أي نوع من الاضطرابات، فإحنا جاي نقصد بها الجينيتك. راح نجي هسه لآخر نوع، هي الاضطرابات المناعية. الاضطرابات المناعية هذه راح تحدث بسبب خلل بالجهاز يعني السيستم اللي هو من هو الجهاز المناعي. راح يكون عندي هايبر، قلنا هايبر يعني فرط، يعني زيادة. راح يكون عندي هايبر شنو؟ راح يكون فرط حساسية باضطرابات المناعة الذاتية، راح يؤدي لي إلى مثلا التهاب مفاصل، وراح يكون عندي أيضا ورم النخاع يكون شنو المتعدد. زين، هذا أيضا مهم. الإكزامبلز اللي جاي ينطوها مهمة، كلش وارد إنه ينطيني إياها بالMCQ، فنحاول نركز عليها. راح نيجي هسه إلى دور الكيمياء اللي هي شنو؟ الكلينيكال بايوكيمستري، اللي هي الكيمياء السريرية في تشخيص الديزيز اوف ديزيز، إنه تشخص لي الأمراض. شنو دور الكيمياء السريرية في إنه تشخص لي الأمراض؟ أول شي جاي يقول لي إنه هي شنو في الحالة المرضية، إنه راح يكون عندي شنو خلل في العمليات الهرمونية، خلل في العمليات الهرمونية، مما أنه راح يأثر لي على شنو؟ على آلية البالانس، راح يأثر لي على آلية التوازن، زين، بيها. فهنا راح العمليات الأيضية همين راح تتأثر. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير هنا عندي تغيير في التركيز النورمال، يعني النورمال، التركيز النورمال اللي هو الطبيعي، راح يصير عندي بيه خلل أو تغيير للمكونات شنو الكيمستري، المكونات الكيميائية في السيلز، في خلايا الجسم، وشنو والفلويدز بسوائلها، يعني بخلايا الجسم وبسوائلها. زين. هسه هذا خلاص عرفنا انه هو جاي يقول لي هي حالة مرضية، عد يعني اعرفها انه يكون عندي خلل بالهرمون، ومن يصير عندي خلل بالهرمون راح يأثر لي على آليات التوازن الداخلي، هذه مهمة جدا. وايش راح يصير عندي هنا لما راح يأثر لي على التراكيز الطبيعية لمكونات شو اسمه، يعني التراكيز الطبيعية للمكونات الكيميائية في الجسم في الخلايا، راح يأثر لي على الخلايا وسوائل الخلايا. زين، هنا أنا جاي يقول لي إنه قد تؤدي هذه التغيرات اللي هي الميتابوليزك تشينج، راح تؤدي لي التغيرات الأيضية المرتبطة بهذه الاضطرابات المعينة، راح تؤدي لي إلى حدوث تغيرات بالفلويدز، بالسوائل. زين، مثل عندي هنا راح يتم تحليل الملف الكيميائي الحيوي للسائل. على سبيل المثال احنا نريد نعرف مثلا نسبة ال شو اسمه الجلوكوز، مستويات الجلوكوز في، هنا جاي يقول لي نسبة الجلوكوز وين؟ في مرضى الدم السكري. هنا راح يقول لي انه راح يتم التحقق من هاي الحالات المشتبه بها او الامراض او الاضطرابات من قبل هذا الطبيب. لازم يعرف لي كمية او مستويات، يعني لازم يعرف لي levels للشنو اوف شو اسمه المعايير الكيميائية الحيوية، لازم يعرف لي ايش قد كميتها حتى يحدد لي المرض. فهنا اكو عندي عينات بيولوجية مختلفة راح اجمعها، مثل البلود، الدم، السيروم، العفو البلازما، السيروم، الادرار، وسائل النخاع او الدماغ، العفو الشوكي. هنا عندي another blood fluid، يعني هنا شنو another شو اسمه سوائل أخرى في الجسم. هنا راح يتم تحليل هذه العينات ويجمعها من قبل مختبر كيميائي، ومختبر كيميائي سريري، وشنو باستخدام طرق تحليلية مختلفة للحصول على شنو؟ للحصول على النتائج. وبالأخير راح يقول لي إنه راح يتم مقارنة هذه النتائج، زين، حتى أحصل على تقييم ذا نطاق نورمال، حتى يكون ذو، يعني راح أجيب هذه القيم اللي أنا حللتها بالمختبر وأشوفها ويا النورمال رينج، حتى أشوف يعني أراجع هذه الأمور، حتى يعني أبلغ الطبيب إنه أكو هذا التشخيص، أبلغ بهذا التشخيص إنه أكو علاج، العفو أكو مرض وأكو علاج إله وأكو هذه الأمور، أو إذا ماكو مرض. حاليا إحنا خلصنا الملزمة الأولى، إن شاء الله نخلص شرح الكيمياء بأقرب وقت.